على الرغم ان حضرتك ان الناس فاهمه الحقوق وفاهمه كل حاجه، بس برضو الطمع والجشع بيخليهم ان هم يظلموا. للاسف احنا الشرع يعني احنا سلطه تشريعيه او سلطه فقهيه، احنا بنبين للناس، بنقول يا جماعه الله تبارك وتعالى قال كذا وكذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. طب لو في ممارسات مخالفه لهذا الامر، هذا ليس في ايدينا. ولذلك احنا بنبدا من ايه؟ يا جماعه اعرفوا قدر الله، إذا عرفتم قدر الله فلن تعصوا الله عز وجل. إذا كان يقينكم بالله هانت عليكم الدنيا. إزاي تغضب ربنا في سبيل أن أنت تحصل فلوس أو مال أو أرض أو شقة أو غير ذلك؟ فبنعلم أولادنا منذ نعومة أظفارهم أن اتقوا الله. إذا حلت التقوى في قلب الإنسان عرف يعني إيه حرام وحلال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إن الحلال بين والحرام بين. ليه؟ عشان يربي الوازع الدين. امال احنا بنربي اولادنا على الدين ليه؟ عشان لما اقول له اتق الله هذا امر يغضب الله يروح يسيبه على طول. انما ايه اللي بيدخل الطمع يا استاذه؟ انه الناس بعيده عن منهج الله، ما عادش خايف من ربنا سبحانه وتعالى، ما عادش عارف قدر ربنا عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى بيقول وما قدر الله حق قدر. ولذلك اول حاجه بنهتم بيها اربي العقيده. اقول له ربنا كذا وكذا وكذا، يعني يريد منك كذا ولا يريد فيبدا الولد يبدا يتربى بقى ويترعرع في الفكر ده، في الايديولوجيه دي، ان انا ما ازعلش ربنا، ان انا ما اغضبش ربنا سبحانه وتعالى عليا.